مدير التلفزيون يكلم مدير محطة بشار يقول له ابعث لنا فريق يروح لتندوف يصور لنا القطار اللي خارج من تندوف. هاو القطار اللي خارج من تندوف رافد الحديد زعما. تبعوا معايا، حسبوا معايا، تبعوا معايا بالعقل. القطار اللي خارج من تندوف، اوكي، هذا القطار. حسبوا معايا: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 عربة. هذاكم شفتوا، هذا فيه 32 عربة خارج من تندوف. تلفزيون راح يصور في القطار اللي خارج من تندوف ورافد الحديد باش يستقبلوه في بشار، ومن بشار يستقبلوه في وهران. حنا ورونا القطار اللي خرج من تندوف فيه 32 عربة، اوكي. والراس راكم شفتوه كيف داير، شوفوا الراس اللي خرج من تندوف، هذا هو الراس لونه احمر يا اخي، هذا هو راس لونه احمر و32 عربة، بالاضافه لهذيك العربة الزايده اللي في الوسط راكبين فيها يعني الشوفير وكذا يرقدوا فيها، هذيك ما نحسبوهاش، حسبوا اللي رافدين الحديد 32 عربة. خلينا نشوفوا القطار اللي وصل لوهران. القطار اللي وصل لوهران ها هو، نحبسوا هنا. اولا القطار اللي وصل لوهران وصل مسبوغ، في نص الطريق صبغوه، هام داروا له صبيغه جزائر التحديات. نعاودوا نرجعوا بشويه، شوفوا القطار هنا تقدروا تحسبوا العربات قداش، لكن ما نحسبوش العربات. نروحوا لسيدي بالعباس، هاو فات علينا التران، شوفوا احسبوا معايا هنا، احسبوا معايا، هاو القطار تاع هاو فات على بالعباس، هاو باش يدخلوا وهران فات على بالعباس، احسبوا معايا. هذا الراس، اوكي. اللي بعده شوف: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 خلاص، والفاقوا الاخر 22 والفاقوا الاخر. القطار اللي خرج من تندوف 32. لماذا؟ لانه صوراته محطة بشار، التلفزيون تاع محطة بشار هو اللي صور التران كي خرج من تندوف، مشى حوالي 10 20 كيلومتر من بعد خلاص. لانه احنا ما وروناش التران تاع الحديد في بشار، وروه لنا في تندوف، قال لك هاو انطلق بعد ستوب، ما وروناش. وروه لنا بعد 3 ايام وصل لوهران، كما قلت لكم انا 36 ساعه نهارين ونص والله، وصل لوهران. كي وصل لوهران صوروا التلفزيون تاع وهران، شحال لقى فيه؟ 22 عربه. بصح اللي انطلق من تندوف فيه 32، واللي انطلق من تندوف راسه احمر، لا بزديره تعب هذاك اللي راسه احمر في الطريق في بني والنيف، بدلنا الراس، اوكي معليش، صبغناه في بني والنيف وبدلنا معليش، بصح كانوا 32 وعلاه ولاو 22. ودي هذوك 10 طاحوا بان في الطريق، خليتهم في الطريق مرميين، ايه ثقال حطيناه. هل يوجد غباء وتخبط اكثر من هذا؟ يا ربي الترام مشى 32، كي خرج من تندوف 32 فوقه، يوصل لوهرة 22 وش يشرب في الطريق، يتكمش، يتقلص بالحراره ويتمدد بالبروره. فهمونا دركا، يتبربر بالبروده ويتحرحر بالحراره، فهمونا. الجواب هو انه خط السكك الحديديه ما بين تندوف وبشار لم يكمل، لم يستكمل.